مبارك في هذه الجلسة، حيث أن هناك العديد من التهم التي تواجهه وسوف يتم السؤال عنها، ولكن المعروف أحمد نرى أبواب تفتح أمامنا الآن. مواضيع التهم أحمد، نرى أبواب تفتح أمامنا الآن داخل نعم. نحن الآن نتأهب لدخول هيئة المستشارين. نعم. هل هذا هو القفص الحديدي المخصص للمتهمين؟ يعني ونرى تقريبا مشاهدينا الكرام وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وعلاء مبارك، جمال مبارك بزي أبيض، حبيب العدلي بزي أزرق أو كحلي عشان محكوم عليه. ايه استاذ مصطفى حضرتك يعني كيف ترى حضراتكم يعني المشهد كده اقتربت بدايه الجلسه تفتكروا؟ طبعا بالتاكيد، يعني من الواضح انه طالما حضر المتهمون جميعا وحضرت هيئه المحكمه، اذا ستفتح الان بالتاكيد الجلسه. الاجراءات الطبيعيه اللي ممكن الدكتور ابراهيم يكلمنا عنها، يعني سيناريو المحكمه. اتفضل دكتور. انا قلت لحضرتك في البدايه ان يعني اتمنى ان تبقى جلسه طبيعيه عاديه، يعني فيها مرافعه والناس يعني طبيعيه بمعنى انها هي المعتاده. طيب. في مرافعه. ايه السيناريو الاخر اللي انا متوقعه هيبقى جلسه اجرائيه، اعتقد يعني مرجح هذا، لان ممكن. طب نشرح بقى للناس اجرائيه حضرتك شايف اول من دخل حبيب العدلي وزير الداخليه ويبدو يعني حتى اكثر وزنا من دي قبل، يعني الايام ما كان بيلعب رياضه في النادي الاهلي يعني كان ايام اسماعيل الشاعر، وزير داخليه كان يبدو نحيف اللي هو احمد رمزي. ايوه. اللي هو اسامه المراسي مساعد وزير الداخليه السابق الاسبق. ايضا اللي هو عمر الفرماوي الان، اللي هو عمر الفرماوي ليس متهما بالقتل ولكن متهم بحدوث انفلات امني، وهو نفى هذه التهمه. يدخل الان على مبارك وسبقه جمال مبارك. نعم، يرتدي الملابس البيضاء، ما زال محبوسا احتياطيا حتى الان. لم يصدر ضده اي حكم معين. واعتقد انه يعني اللحظه الفارقه والصعبه ربما في لقاء الرئيس السابق بنجلي. هذا هو اللقاء الاول منذ فتره من الوقت بالتاكيد. يعني حضرتك يعني بتقول اللقاء الاول منذ اظن ان يعني احنا شايفين دلوقتي كان في حد يعني تعليمات الوزير الحقيقه، تعليمات وزير الداخليه لا يجب ان يشكل احدا من الجنود ستارا على اي من الداخلين. ها هو الرئيس السابق ينام الان على سرير يعني ترولي. ترولي دي مداري عليه. ترولي يرتدي ما زال التنفس الصناعي ولا ايه؟ التنفس الصناعي. هذا هو يعني هو اعتقد انه في حاله من الوعي، لانه بينظر نعم في حاله من الوعي بالتاكيد واضح، ويرى حوله ويبدو انه قد حلق ذقنه على عكس ما كان يقال في وقت سابق. نعم. وها هو ايضا يبدو انه في كامل وعي الحقيقه. ولكن بالتاكيد يعني ان يجلس على ترولي امر طبيعي، وخصوصا انه يعني ينام في مستشفى فتره طويله من الوقت. لكن يبدو زي ما قال وزير الصحه ان حالته مستقره وواع لما حوله. انظري اليه يتكلم مع الاخرين، يتحدث معهم. يعني كما اعتدنا ان نراه ايام حكمه كان يقظ، يسمع اصواتا من داخل القاعه الان، اصوات تتعالى مندده. متوقع طبعا ان تحصل حاله من الانفعالات، متوقع ان تحصل حاله من المشادات زي ما حصل في البدايه في الخارج. نعم. وارد طبيعي ان يحدث ذلك داخل المحكمه. نعم. نجلاء ولكن يعني اسمحوا لي حضراتكم دخلت هيئه المحكمه